فرحت جدا بالندوه. الروايه انا قرات جزء منها لم اتمها، لكن بحضور الندوه فهمتها وان شاء الله اقراها باذن الله يعني. بس فكره الموت اتناقشها ناس كتير، وبعد الموت برضه ناقشها ناس كتير. يعني في قصيده لويلفريد اوين اسمها سترينج ميتنج، لقاء غريب. 2 من الجنود كانوا في الحرب العالميه الاولى، موتوا بعض وقابلوا بعض بعد كده في القبر، وكان لقائهم في القبر مختلف كانهم بيعتذروا لبعض. وفي قصائد كتير جدا. بس فكره الموت لما احد المداخلين الاستاذ ايمن قال ان احنا الجسد سيتلاشى، الجسد يتلاشى لكن الروح لا تموت. فبالتالي الحياه بعد الموت ليست حياه الجسد، حياه الروح، والروح لا تفنى لان الروح نفخه من الله سبحانه وتعالى. فاحنا ما نعرفش لان ما فيش حد قال لنا، لكن احنا لما بننام بنشوف حاجات كتير غريبه، وبنشوف احلام، وبنقابل ناس اموات، وبنقابل ناس ما كناش نعرفهم، وبنقابل ناس هنعرفهم بعد كده او هنشوفهم بعد كده، وبنصحى من النوم وما بنحسش ان احنا عملنا حاجه غريبه. ده حصل. وانا حتى الكتاب بيسموا النوم الموت الاول، سليب. يعني النوم هو نوع من الموت، موت صغير. فاذا اللي بيحصل في النوم احنا مش بنعرف نفسره، ولا بنقدر نجيب له اي معايير عقليه علشان نحاسبه بحساب الزمن بتاعنا، لانه الزمن في النوم برضه زي الزمن في الموت. ممكن تعيش في لحظات سنين. يعني فاذا فكره الموت نفسها والحياه بعد الموت مش معروفه، سمعنا عنها في احاديث الرسول، في ربنا لما قال زي ما الدكتور قال خلق الموت. هو الموت اللي هو فناء، ده مخلوق، ده هو فناء. وفي قصيده رائعه جدا للشاعر الانجليزي جون دان بيقول death be not proud، ايها الموت لا تكن متكبرا،